السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. في أولى مبارياتهما الإعدادية قدم الثنائي المغربي إسماعيل سيباري وشهيب دريوش الملتحق حديثا إلى صفوف بي اس في ايندهوفن مباراة رائعة أمام الفريق البلجيكي كلوب روج. وخلال المباراة استطاع إسماعيل سيباري إعطاء الكثير من الحلول من منتصف الملعب، وقدم العديد من الكرات التي لو تعامل معها المهاجمون جيدا لكانت أهدافا محققة. أما فيما يخص اللاعب المغربي الثاني شهيب دريوش فقد بان على مستوى جيد واندمج مع الفريق بسرعة من خلال ما ظهر لنا خلال هذه المباراة. جدير بالذكر أن الثنائي حرم من المشاركة في أولمبياد باريس بسبب عدم ترخيص ناديهما بذلك. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الخبر، وإلى أخبار وفيديوهات جديدة إن شاء الله.